السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، واهلا وسهلا بيكم في فيديو جديد وحلقة جديدة. النهاردة هنتكلم عن نسخة ويندوز 11 LTSC انتربرايز، النسخة اللي نزل الفيديو بتاعها متأخر، وانا اسف جدا الفيديو اتسجل اكتر من مرة، ولكن والله الهارد بتاعي زي ما انتم شايفين كده عندي هارد واحد بس. لو كنت مركز في حلقاتي القديمة هتلاقي ان انا عندي اكتر من هارد، ولكن للأسف قدر الله ما شاء فعل، الهاردات بتاعتي كلها راحت في الباي باي. فالفيديو ده اتسجل واتمنج اكتر من مرة، ولكن في كل المرات دي اتمسح. تعال نخش كده على النسخة دي زي ما اتقال عليها كده انها نسخ مخففة للأجهزة الضعيفة، ولكن مش ده الغرض الأساسي. دي نسخ مخففة ولكن للأجهزة اللي هي بتشتغل للونج تايم أو اللي بتعيش وقت طويل، يعني بتفضل شغالة لفترات طويلة. وكمان النسخة دي معمولة لأصحاب الشركات وأصحاب المستشفيات وأصحاب المطاعم والحاجات كده. طيب تعالى كده نخش على البري ريكويرمنتس. لا مش اللينك ده، معلش ننزل تحت شوية كده. مظبوط جدا. اللينك ده لو دخلت عليه هتلاقي سايب لك لينك المدونة دي كلها، دي بتاعت مايكروسوفت اصلا في الديسكربشن تحت. هتلاقي كده ان ده ويندوز 11 ال تي اس سي انتربرايز. المينيمم ريكويرمنتس 4. اوبشن انك انت تبقى 2 جيجا بايت رام، 64 طبعا لو 16. بص المتطلبات اللي هي ايه، يعني ال العادية. التي بي ام مش لازم، سكيور بوت مش لازم، كل الحاجات دي يعني فاهم، حاجات مش اللي هو لو مش عندك مش هتعرف تنزل ويندوز 11. لا عادي هتعرف تنزل ويندوز 11 من الموقع الرسمي بتاع مايكروسوفت، ولكن دي زي ما انا قلت لك كده للاجهزه اللي هي يعني ايه، بتقعد فترات طويله يعني. النسخة دي بتقعد معاك او يعني هي بتستخدم معاك لمدة 90 يوم، evaluation copy لمدة 90 يوم. طب بعد ال90 يوم دول ما يخلصوا الله اعلم بقى هتبقى محتاج اكتيفيشن ويبقى فيه ووتر مارك بس، ولا هيفضل يعمل معاك ريستارت كل شوية، انا معرفش الصراحة. تعالى بقى نروح نحمل النسخة. هتحمل النسخة من اي لينك من اللينكين اللي موجودين دول. طبعا انا اوريدي محمل النسخة، هتحملها وتحرقها على فلاشة فينتوي او اوروفلوس. تعال نبدأ في الخطوات اللي بعد كده. انا هنا عملت ريستارت وده بدأت اعمل بوت من النسخة بتاعتي. طبعا اللي هيركز في السيت اب او الانستوليشن هيلاقي ان ده الانستوليشن بتاع ويندوز 11 ال 24 اتش 2 اللي هو الواجهة الجديدة بتاعة التسطيب. هنا هتختار اللغة بتاعتك انجلش، و التايم اند كرنسي هتختار التايم اند كرنسي مصر، او يعني ايا كانت الدولة اللي انت يعني عايش فيها هتختارها. هتقول له فينش او نيكست يعني. هنا هتختار لغة الكيبورد، بعد كده تقول له نيكست، بعد كده تقول له انستول ويندوز 11 وهتوافق على الشرط اللي موجود ده، وهتقول له هنا نيكست. الخطوة الجاية دي بقى هي اهم خطوة من الخطوات الموجودة، مش دي اللي بعديها. هنا توافق على الاتفاقية. الخطوة الجاية دي بقى اللي هي searching for disks، دي من أهم الخطوات، إنك أنت تختار الديسك اللي تسطب عليه. أهم حاجة تختار ديسك برايمري، مش الديسكات اللي هي التانية اللي ام اس ار ريزيرفد والكلام ده كله خالص. هنا أنا الهارد بتاعي هقول له create partition، وهقول له create. من أهم الخطوات اللي تعملها هتسلكت البارتيشن بتاعك من جديد. تاني اهو، من اهم الخطوات اللي تعملها. هنا جاب لك او عمل لك كرييت للبارتيشن، هتسلكت البارتيشن بتاعك من جديد، ولو عايز تعمل له فورمات تمام، لو عايز تعمل له ديليت وترجع تعمله تاني مش حاسسها ليها لازمه، ولكن انا هعمل نكست على طول، بس زي ما اقول لك اهو عادي جدا. هتقول له نكست، وهنا بقى هيبدا يقول لك ريدي تو انستول، وهنا يقول لك انستول ويندوز 11 ال او تي انتربرايز ال تي اس سي ايفالويشن، وهيعمل انستولينج ويندوز 11. الخطوه دي بتاخد شويه وقت، فانا هبدا اسرع الفيديو بتاعي من قبل. عايز بس انوه ان في الخطوات دي النسخة هتعمل ريستارت اكتر من مرة وهتعمل ريبوت كتير، بس تأكد ان انت بعد ما تخلص انستولينج يعني لما الشاشة دي تختفي من قدامك على طول شيل الفلاش. هنا عمل ريستارت وبدأنا نخش في السيت اب. طبعا هنختار الدولة او الريجن او المنطقة اللي انت هتسطب فيها يعني عايش فيها، يعني هتختار المنطقة بتاعتك. وهتختار الكيبورد هتقول له يس، بعد كده تقول له اد لاي اوت، هتضيف لاي اوت جديدة، وهتختار انا هختار Arabic Egypt. كلها يعني سيت ابس سريعة كده.
هتقول له next. بعد كده هتسيب Arabic 101 وهتبدأ بقى تعمل اللي هو البروفايل بتاعك، انك تسمي البروفايل بتاعك وتدخل الانترنت وتكتب الباسورد وكل الكلام ده كله. بس خلي بالك هنا في ميزة حلوة قوي في النسخة دي، انك انت ممكن اصلا تتخطى انك انت يعني ما تعملش ساين ان باستخدام مايكروسوفت اكونت لو ما عندكش مايكروسوفت اكونت تابع لمدرسة او لشغل، لان لازم يكون تابع لاورجنايزيشن. ما ينفعش ايه يعني الاكونت الشخصي بتاعك، لا مش لوكال اكونت، ما ينفعش تسطب او يعني تكتب هنا كده لما يجي يقولك في خانة الساين ان تعمل لوكال اكونت، لا مش هي يعني ما ينفعش الاكونت بتاعك، لازم يكون اكونت. مش برغي كتير في الحته دي لانها مهمه جدا. لازم يكون اكونت تابع لشركه او مدرسه او مكان شغل. فانا هختار الاختيار اللي تحت ده واقول له دومين او جوين وذ دومين، هيتخطى حوار الاكونت على طول. هنا هسمي الاسم بتاعي زي ما انا عايز، اقول له بقى ايه next او accept. بعد كده هبدأ لو عايز تحط باسورد تحط باسورد، ولو مش عايز تحط باسورد هتقول له next على طول. وهيفضل بقى ايه يحمل شوية صغننين كده، ياخد له شوية تحميل يعني وبتاع. وطبعا عايز توافق على الحاجات دي وافق، مش عايز توافق ما توافقش، ولكن مش فارقة يعني، مش هتفرق معاك جامد جدا. وهيقعد يحمل شوية برضو، تيك تاك 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 تيك تاك. ملل. اعمل لايك وسبسكرايب وشير يعني، بما انك زهقان وانا زهقان. خلاص بقى هنا بيقول لك لو عايز تعمل فولدرز بيديك يعني شوية tips and tricks كده على ما يعمل ابديت، لان هو هيعمل ابديت. طب لو انت مثلا مش عايز تعمل الابديت عادي، هو بيتيح لك الفرصة هنا، او يعني لو خلاص بقى انت مثلا مستعجل او وراك حاجة مهمة او مثلا شغال فعايز تكمل شغلك او كده، هتختار الاختيار اللي تحت ده وخلاص، وتختار الاختيار ده وتقول له كونفيرم. واحلى مسا عليك يا معلم، معاك احلى نسخة ويندوز 11 من الموقع الرسمي، ولكن زي ما انا قلت بتقعد معاك 90 يوم، وكمان مش تسمى مخففة بالمعنى الحرفي. يعني النسخة سلسة بسيطة سهلة. تعالوا نتكلم على المميزات بتاعة النسخة. زي ما انت شايف كده بقى النسخة معانا كده، ده الاكسبلورر او متصفح الملفات. طبعا النسخة طبق الاصل من ويندوز 11 برو او هوم او العادي يعني، مش اللي هو مش ال تي اس سي. النسخة انا فعلا النسخة شغالة معايا. ايه ده، انا متوقعتش ان ويندوز 11 يبقى سريع كده صراحة في يوم من الايام يعني، طبعا غير ريفيو واطلس، لكن دي سريعة جدا جدا جدا. فيعني النسخة رائعة جدا جدا جدا، تلعب عليها وتمنتج عليها وتعمل كل حاجة عليها. هنا لو كتبت في السيرش او سوري في ويندوز ار وينفير وفتحت ويندوز فيور، هيقول لك ان دي النسخة الويندوز 11 انتربرايز ال تي اس سي 22 اتش 4. نسخة جميلة جدا جدا. طبعا النسخة زي ما انت شايف كده يعني انا لما جيت جربتها مفيش احسن منها ومفيش اسرع منها. طبعا هنا الكليك يمين، الكليك يمين بتاع النسخة او الرايت كليك بتاع النسخة هو نفس الرايت كليك بتاع الويندوز العادي. لو جيت عملت ريفرش عادي مفيش اي حاجة طلقة. الستارت مفيش اي اختلافات في الستارت منيو خالص، بل بالعكس يعني اسرع بمراحل كبيرة جدا. طبعا البرامج اللي بتنزل معاها الكالكوليتر القديمة بتاعت ويندوز 7 حتى مش بتاعت ويندوز 10، النوت باد برضو القديمة بتاعت ويندوز 10، برنامج البينت القديم، ودي سيتنجز وده السنابنج تول، ومايكروسوفت ايدج بينزل معاه متصفح. ولكن لو لاحظت برضو مش هتلاقي برنامج المايكروسوفت ستور مش موجود. ليه؟ زي ما قلت لك كده، علشان دي مش معموله للناس انها تقعد تحمل برامج عليها. طبعا دي السيتنجز نفس السيتنجز بتاعت ويندوز 11 العاديه جدا. لو دخلنا على اباوت هتلاقي كل حاجه تخص الجهاز موجوده، و في الاباوت يعني كل حاجه عن الجهاز، من اول النسخه الاصدار بتاعها اتسطبت ازاي اسمها ايه وكل حاجه موجوده. طب مش محتاج اشرح لك التفاصيل اللي هي الواضحه دي يعني، ولكن زي ما انت شايف كده النسخة معلقتش معايا، مفيش اي حاجة، كل حاجة زي الفل.
كل حاجة بسيط. ممكن تلاقي لاج بسيط كده عشان انا فاتح من في ام وير فيرتشوال ماشين يعني، بس هي اكتيفيتد بس. طالما اكتيفيتد بس بره هتلاقي عندك الووتر مارك اللي هي بتاعت ال TSC. نسخة بسيطة جميلة. اشوفكم على خير الفيديو الجاي. اسف على تأخير الفيديوهات. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.